السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم. صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم الأمة الإسلامية والعربية بألف صحة وخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. أول يوم في السنة الهجرية الجديدة أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات، وكل سنة وحضراتكم بصحة وسعادة. النهاردة حلقة إن شاء الله مختلفة، لأن جمعت فيها كتير من أسئلة المتابعين الموجودين على صفحة الفيسبوك أو اليوتيوب. في أسئلة كتير جات لي عن حاجات كتير جدا في المطبخ، فهقول لحضراتكم عليها. وهي أولا سؤال من متابعة بتقول لي أنا جبت مانجا خضرة وللأسف طلعت حادقة. طيب هي المانجا ديت معناها إن هي مستوتش؟ يعني معنى السؤال حضرتك إن المانجا اللي انت اشتريتيها أو جبتيها مش مستوية. طيب المفروض مش تستعمل، لان انت لو حتى عملتي لي الاكل مش هتتاكل لانها حادقه، حتى عملتيها عصير برضه مش هتبقى حلوه معاكي خالص يعني. فيفضل ان حضرتك تعملي الطريقه اللي هقولك على حضرتك عليها. اولا حضرتك هتجيبيها وتحطيها في رز، في رز زي لولو، صدقوني جردل الرز بتاع حضرتك وحطي المانجا فيها، ان شاء الله هتستوي معاك وتبقى زي الفل. وتابعيها كده يومين ثلاثه هتلاقيها اصفرت، ولما تصفر ان شاء الله تاخديها حضرتك وتقدري تستعمليها، سواء هتاكليها او هتعمليها عصير او تخزنيها. السؤال اللي بعد كده وهو موضوع بصل التقطيع. يعني لما بقطع بصل دموعي بتنزل وعينيا فيها التهابات. طيب احنا قلنا على طريقتين. الطريقة الأولى إن حضرتك تقدري تستعملي المية وانتي شغالة بتقطعي البصل. طيب طريقة تانية طريقة اللبانة، هتاكلي اللبانة وانتي بتقطعي. طريقة تالتة ودي الطريقة الجديدة ودي أفضل طريقة فيهم بصراحة، إن انت حضرتك هتجيبي منديل من بتاع المطبخ تتنيه وتبليه ميه، تحطيه على الرخامه وتجيبي البصله بتاعتك بعد ما تقشريها وتغسليها وتبداي تقطعيها على المنديل. وبكده ان شاء الله مش هيخلي حراره البصل تطلع على عينيكي ولا يعملك حساسيه تاني في عينيكي خالص. سؤال تاني، واحده بتقول لي انا عايزه اعمل معطر جو طبيعي يا لولو، وانا خصوصا ان معطرات الجو الايام دي غاليه جدا في الصيدليات، وعايزه اعمل حاجه في البيت ما تكلفنيش. طيب في احنا قلنا قبل كده في حلقة سابقة، تقريبا حضرتك ما شفتيش الحلقة دي او الفيديو ده، وهي موضوع قشر البرتقال. قشر الليمون، سواء قشر البرتقال مش موجود عند حضرتك تقدر تستعملي قشر ليمون، عليها قرفة خشب، عليها قرنفل، عليها اللي هو اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، فانيليا، ويتغلي على البوتاجاز، بعد كده تصفيها ببخاخة وتستخدميها. طيب ما عنديش ده وده وده ومكسلة اعمل الحاجات دي كلها. قطعة من الفحم هتولعيها على البوتاجاز، بعد ما تولع هتحطيها في حاجة طبق يستحمل الحرارة زي طبق صيني أو طبق استانلس، وتبدأي تحطي عليها قطعة تقطعها بالسكينة من أي صابونة ريحة عندك، صابونة بتاعة الوش اللي احنا بنغسل بيها وشنا، تكون ريحتها كويسة تمام، وتضيفيها على القطعة من الفحم. هتعمل معاكي ريحة في البيت، ولا تستعملي بخور ولا تستعملي كمان معطر جو ولا أي حاجة، هتخلي ريحة البيت جميلة جدا معاكي. في حاجة تانية برضو تقدري تستعملي لنفس الوصفة دي، بدل الصابون تحطي كيس فانيليا على الفحمة وهي والعة، برضو بيخلي ريحة البيت حلو جدا جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم اول فكرة دي. وخصوصا بقى ان احنا فتحنا موضوع الفحم، اقول لك على فكرة حلوة بمليون جنيه. الناس اللي بتشتكي من الناموس، طبعا مفيش حد مش بيشتكي من الناموس الايام دي، خصوصا بقى لو هو عنده حساسية من الرش وبيقرف من ريحة الرش او بتعمل له خنقة، اقول لك على فكرة حلوة جدا جدا، جربوها ان شاء الله هتدعوا لي. قطع من الفحم على النار، طبق يستحمل الحرارة تحطيها فيها. هتجيبي حضرتك طبق صغير حطي فيه قطع من معجون الأسنان أي نوع، عليها كم نقطة من زيت النعناع. زيت النعناع ده موجود في الصيدليات، موجود عند العطار، مش غالي خالص وهيفضل معاكي فترة طويلة جدا. هتقلبيهم على بعض وتاخدي الخليط ده وتنزليه على الفحم، ان شاء الله مش هتلاقي ولا ناموسة في البيت، وادعيلي. في سؤال اخر متابعة قالت لي على موضوع السمك اللي بيجي من البحر الاحمر، بتقول لي دايما بلاقي ريحته زفر قوي وبقرف منه. طيب هقول لك، هو دايما يا جماعه سمك البحر الاحمر بيبقى له ريحه غير السمك اللي عندنا هنا، يعني معظم السمك اللي عندنا هنا مزارع، فده حاجه وده حاجه. هو ده كده، هو ده بتاع البحر الاحمر له ريحه زفره شويه. طيب تعملي ايه فيه، خصوصا ان حضرتك لو بتقرفي من ريحته؟ خلطه، عندي طبق بلاستيك في قلبيه ميه، في قلبيه معلقه من الطحينه كبيره، معلقه من الدقيق كبيره، عصير ليمونه كبيره، وتحطي القشر بتاعها وتسيبي السمك بتاعك منقوع شويه في الخلطه دي 10 دقايق فقط، لان السمك بنوعه ما بتنقعش تمام.
بعد كده هتشطفيه وتستعمليه. وافضل طريقه للسمك اللي هو بتاع البحر الاحمر القليه، لان بتقلل من ريحه زفرته شويه. وبالف هنا وشفا. في حاجه تانية، متابعه سالتني عن موضوع، بتقول بجيب خيار بحطه في التلاجة بيبوظ مني بسرعه. عندك طريقتين. الطريقه الاولى حضرتك تجيبي علبه تلاجة اللي انت بتخزني فيها الخيار، ما ينفعش تحطيه في الكيس بحاله، يعني ما ينفعش تجيب حاجه السوق وحطها. يا جماعه بشوف ناس كتير بتعمل الحكايه دي، ده غلط من وجهه نظري في نقطتين. النقطه الاولى ان حضرتك بغلط على التلاجة. النقطة التانية ديكوريا أساسا شكل التلاجة مش حلو ومش منظم. ثالثا كمان برضو بيبوظ الحاجات جوه الأكياس. طيب يا لولو هنعمل ايه؟ عندي حلين. الحل الأول حضرتك هتجيب الخيار، تغسليه وتبدأ ترصيه في علبته وتضيفي عليه مية. يا سلام، مش هيبوظ مش هيبوظ إن شاء الله مش هيبوظ. طيب كل يومين هتغيري المية دي إن شاء الله عليه. النقطة التانية، اللي لو حضرتك مش عايزة تستعملي المية تقدري تستعملي معلقة معدن اللي هي اللي ناكل بيها العادية، معلقة الأكل، تحطيها في العلبة وتقفلي عليها إن شاء الله يقعد معاكي فترة أطول. السؤال التاني، الخضار ازاي احافظ عليه؟ عارفين حضراتكم اكياس الورقيه اللي كنا بنجيبها زمان؟ اكيد موجوده في البيوت يعني. تمام، الاكياس دي بتحافظ على الخضره كويس جدا، والله مش متخيلين بجد. هنعمل فيها يا لولو، هنجيب الخضار نحطه في الاكياس الورقيه دي، ومعاها حتتين قطن، حته قطنه حلو من بتاع الصيدليه العادي خالص ده. تجيبي حته قطنه وتحطيه مع الخضار في قلب الكيس وتقفليه. اقفله ازاي بقى؟ بمشبك، ب اي حاجه، مشبك. تمام، نمشيها مشبك وتقفلي عليها وهتقعد في التلاجة ان شاء الله معاكي مده طويله. طب القطنه فايدتها ايه؟ القطنه بتمتص الرطوبه اللي في الخضار عشان ما يبصش منك ان شاء الله ويبوظ. سؤال تاني عن، هتذكر بس يا رب كده لان مش كاتبه والله. البرفم بتاعك بتاع عروسه سالتني عنه، بتقولي انا جايبه برفم بتاع الفرح وعيناه في الشنط. افضل طريقه اللي انت تعيني بيها البرفم بتاعك هو تحطيه في الفريزر. بيركزوا جدا، بيخليه معاكي كويس قوي، لانه بيزيد تركيزه لو هو في درجه حراره منخفضه. فدايما احرص ان انت تعينيه في الفريزر، واول ان شاء الله ما ربنا يسهل كده وتبداي تروحي شقتك ان شاء الله ممكن تحطيه في شنط عادي جدا. بس الطريقه دي حلوه جدا وجربيها. برضو موضوع الشمع بتاع البيت، شمعة عايزة تحافظي عليها مدة طويلة جدا بدون ما تبوظ منك أو تستهلك بسرعة. لو انت ولعتيها تلاقيها على طول خلصت كده الشمعية. طيب عندي طريقة حلوة جدا لحضرتك، وهي ان انت بتاخدي الشمع ده اهو وتحطيه في الفريزر. يا سلام، طب جربوه ان شاء الله تعجبكم قوي. والله فكرة جنان وجميلة جدا عن تجربة. لو حطيتي الشماعة في الفريزر وولعتيها هيقعد معاكي مدة أطول، مش هيسيح بسرعة. وكمان هتحسي إن الشمعة بتنين، مش هيدوب بسرعة إن شاء الله وأنتم مولعين. في سؤال تاني يا رب أتذكره، برضو كانت في متابعة قايلة لي عليه. وهو إيه يا لولو؟ وهو إيه؟ يا رب أتذكر. تقريبا هو راح من دماغي يعني. على العموم إن شاء الله لو افتكرته هقول لكم إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. بشكر حضراتكم جدا، وأي أسئلة إن شاء الله لحضراتكم تبدأوا تنزلوها لي على الصفحة بتاعة الفيسبوك إن شاء الله، اكتبوها لي وإن شاء الله أرد على حضراتكم كلكم. ويا رب أكون عند حسن ظن حضراتكم. ما تنسوش في اللايك في القناة، اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا لحضراتكم جدا على التعليقات اللي بتشجعني جدا والكلام الحلو قوي قوي. ربنا يكبر بخاطركم زي ما انتم جابرين بخاطري. تسلموا لي من كل شر يا رب. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.